بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. ويلا بينا نبدأ، وإن شاء الله يا جماعة جمعة مباركة على الجميع بإذن الله. كابتن رضا عبد العال كان طبعا بيطلع بعد كل مباراة يتكلم عن اللي حصل، أو تحديدا المباريات اللي هي خاصة بالنادي الأهلي والخاصة بالنادي الزمالك. حضرتك طالع بتتكلم يا كابتن على اللي حصل في مباراة الزمالك. ايه دخل لعيبة الاهلي؟ معلش سؤال، ايه دخل لعيبة النادي الاهلي؟ وايه دخل زيزو؟ انت طالع بنفسك بتقول ان جماهير نادي الزمالك نسيته. ميسي بتاعكم نسى جماهير نادي الزمالك احمد السيد زيزو. انت هتنساه امتى؟ محتاجين نعرف حضرتك هتنسى زيزو امتى وتبطل تقطع فيه امتى. لو يقول لك ايه بقى، انا مش قصد حد، انت مش قصد حد. والله زيزو ده لو واكل ورثك يا كابتن رضا انت مش هتطلع تتكلم عليه بالطريقه دي، وانا مدرك وعارف انا بقول ايه. احمد السيد زيزو لو واكل ورثك انت مش هتطلع تتكلم عليه ولا تقطع ده في كل فيديو يا بني ادم. ده كل فيديو بيطلع فيه كابتن رضا عبد العال حرفيا بيطلع يقطع في زيزو. مش ده احسن لاعب في مصر؟ مش ده افضل لاعب في مصر وافضل لاعب داخل القاره؟ ولما ما خدهاش ولاعب صن داونز خدها طلعت اتكلمت عليه وقلت قد كده. انت عملت له فيديو مخصوص يا راجل، انت عملت له فيديو مخصوص. دلوقتي فيديو مش فاهم بصراحة. لما واحد زي حضرتك اعلامي هو اللي طالع بيعمل كده، يعني خليت ايه للجماهير؟ معلش. لما واحد اعلامي وبيطلع في القنوات، وواحد كان كابتن كبير وكان لاعب كبير. انا ما اتفرجتش على حضرتك اصلا، الحمد لله ان انا ما اتفرجتش على حضرتك ولا شفتك بتلعب. ولكن يعني انا بسمع ان حضرتك كنت لاعب كبير ويعني كنت متألق مش موضوعنا. ولكن يعني انت خليت ايه للجماهير؟ انا اسف، خليت ايه للجماهير؟ يعني احترامي الكامل لكل الجماهير، ولكن يعني مش فاهم بصراحة. والله الجماهير ما اعتقد ان هم يطلعوا يتكلموا في كده. اعتقد جماهير نادي الزمالك كلهم ما فيش حد منهم يخرج يتكلم في الموضوع ده ولا يعمل اللي حضرتك بتعمله ده. هل انت بتعمل كده لهدف معين، يعني لغرض معين في دماغك؟ ان انت مثلا تكسب حب الجماهير بقى، وجماهير نادي الزمالك ايوه يقطع فيه، ايوه بقى مش عارف ايه، ايوه بقى هد فيه، ايوه بقى. ما هي مش كده، هي مش كده. لو انت بتعمل عشان كده لا خلاص بقى، ما انت حضرتك اعترفت ان جماهير نادي الزمالك خلاص بقى نسيت احمد السيد زيزو، ودلوقتي فيه بزيرة. طب خلاص بقى انت انساه بقى، انت انساه عشان الموضوع والله ما بقاش حلو. الموضوع بقى شكله مش حلو. انساه بقى يعني زي ما بنقولها بقى فكك منه. مش فاهم في ايه بالظبط. انت طالع بتتكلم على نادي الزمالك، ايه دخل لعيبه الاهلي في الموضوع؟ الاهلي مش طرف في مباراه النهارده. لا الاهلي طرف في مباراه النهارده ولا زيزو في طرف في مباراه النهارده. ليه تطلع تتكلم عليه وتقطع فيه وتقطع في لعيبه الاهلي؟ اه الاهلي ما عرفش يكسب امبارح وكان زفت، وزيزو ما كانش، يعني ما كانش على المستوى المطلوب ولا الاداء المطلوب ولا الاداء اللي كنا مستنيينه منه. ولكن خلاص خد وقته وخلاص خلصت. النهارده وقت الزمالك وفيديو الزمالك. مش فاهم بصراحة، انا مش فاهم بصراحة. وبعدين انت امبارح حضرتك خرجت امبارح في الفيديو نفس فيديو الاهلي وقلت اتفرجوا على بزيرة بكرة. فين بزيرة بقى النهارده؟ فين بزيرة النهارده؟ ما كسبكش ليه؟ فين ميسي؟ الله، ميسي بعافية شوية. ميسي النهارده بعافية ما قدرش يكسبك، كان بعافية ولا ايه؟ ها؟ فين بزيرة بقى اللي انت جايبه يعمل معاك الفرق؟ ولكن ازاي انت ما ينفعش تتكلم عليه ولا تقطع فيه؟ ده اللي حارق زيزو، وده اللي مخلي زيزو مش عارف يركز.
زيزو ايه يا عم؟ مش فاهم ايه الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده بصراحة. ومش قادر افهمه. ما طلعتش اتكلمت عليه اكاد اجزم يا جماعة ان هو النهاردة في الفيديو ما ذكرش بزيرة ده خالص. فين بزيرة النهاردة؟ لا صنع ولا اي حاجة. هو اتدخل في الكرة بتاعة الجون التعادل تقريبا، اتدخل في جون التعادل. فين هو بقى بقية الماتش؟ نادي الزمالك تقريبا كده جابوا الجون في الشوط الاول، يعني المباراة، يعني الشوط الاول خلص تعادل. طب فين بقى الشوط التاني؟ بيعمل ايه بقى بزيرة الشوط التاني؟ ها؟ ما كسبش نادي الزمالك، او نادي الزمالك جايبه عشان يكسبه. وده البنك الاهلي، مش بنلاعب ريال مدريد ولا برشلونة. فين هو طيب؟ فين بزيرة النهارده؟ انا مش فاهم. عشان قلت لو ميسي سمعك بتشبه بزيرة ده بميسي، ميسي يعني هيكره اليوم اللي هو لعب في كرة القدم، او انت اتفرجت عليه، او انت عرفت ان في لاعب كرة قدم اصلا اسمه ميسي. مش فاهم بصراحة. انا مش فاهم عمل ايه عشان يتشبه بميسي، ولا ايه ارقامه عشان يتشبه بميسي. انا مش فاهم. ده احنا لو جبنا مشجع في كي جي 1 لسه بادئ تشجيع اول امبارح، مش هيقول الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. انا مش فاهم بصراحة يا جماعة. اقسم بالله يا جماعة في ناس بتطلع على الاعلام، انا مش عارف الناس دي بتطلع بناء على ايه. الناس دي بتطلع تتكلم كورة بناء على ايه يا جماعة؟ ولا هي الناس دي بتخرج بس عشان البوم مطخة بس وخلاص، ومشاهدات ومش عارف ايه، وخالف تعرف. خالف عشان الناس كلها تطلع تتكلم عليك وتقول ايه اللي بيقوله ده. جايز، وده الاحتمال الاكبر. الله المستعان. وربنا يهدي بتوع الاعلام لا يعني احترامي الكامل للجميع، ولكن للناس اللي بتطلع تقول حاجات غريبة. الناس اللي بتطلع تتكلم في حاجات يعني ما يستوعبهاش العقل. كلام يعني غير عقلاني بالمرة. وربنا يستر والله على الكرة المصرية منكم، والله والله ربنا يستر على الكرة المصرية منكم وعلى الأجيال اللي طالعة. الأجيال اللي طالعة، لأن انتوا اللي بتفسدوا دماغهم وتفكيرهم. السلام عليكم.